قلنا حكم الألعاب هذه، الألعاب السحرية يسمونها ألعاب سحرية أو ألعاب الخفة، هذا في أصله سحر. هذا العلماء قالوا بأنه سحر، لأن السحر نوعان. السحر نوعان: سحر التخييل وسحر التمائم، هذا وسحر الذي يأتي يشترط على الكاهن أن يأتي بقربان، هذا من أجل الإمراض ومن أجل الموت. أما سحر التخييل هو ما كان من سحرة فرعون مع موسى، هذا يسمى سحر التخييل. هذو أصحاب الألعاب الخفة يسميوها ألعاب خفة، يهز لك كاس فإذا به ماء، وإذا به يخرج لك قماش، وإذا به حمامة تطير، هذا سحر، وهو كبيرة من الكبائر وكفر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذا سحر التخييل. موسى عليه السلام لما ألقى سحرة فرعون عصيهم وحبالهم، ماذا قال الله عز وجل؟ يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. هذا هو سحر التخييل، لا ينبغي، هذا يبقى سحر ولو سموه ألعاب خفة، لكن في الحقيقة هو سحر، ولا ينبغي المسؤولين يأتون بهذا هؤلاء، لأنه يعلمون أبناءنا السحر ويعلمونهم ما لا يجوز، وحتى يسمونها ألعاب سحرية. ماذا؟ كلمة السحر تذهب مهابتها، يصبح الناس لا يهابونها. ممكن إنسان تقول له سحر يقول لك الله أكبر، كبيرة وكفر، لكن إذا والفوا الأطفال سحر سحر سحر، كما قيل كثرة المساس تذهب الإحساس. قال لك حكم كشف الوجه الميت ليراه الناس في المقبرة، هذه من أشد البدع المنكرة في هذا الزمن، من أعظم البدع. أن الميت يموت، فماذا يفعل الناس؟ يضعون الميت ومن يأتي يرى وجهه، لا يجوز هذا في الشرع، وما ينبغي هذا. هذه من أشد البدع المنكرة، كما قال سمعت الشيخ بن باز رحمه الله سئل عن هذا، قال هذا من أعظم البدع التي ظهرت في هذا الزمن، وهو تشبه بالنصارى. النصارى عندهم الصندوق من زجاج، عندهم الميت لا يكفن، يلبسونه أحسن الثياب، ويأتي الناس يرون وجهه. المسلمون ما ينبغي هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال الميت يكفن حتى وجهه يغطى، ولو في القبر لا تكشف عن وجهه، حتى إذا دفن لا تكشف عن وجهه، تحل العقد فقط، وجهه يغطى. هذه المسألة تكلم الفقهاء، لأن عمر رضي الله عنه جاء عنه أثر أنه أوصى ابن عبد الله بن عمر، قال ضع خدي على التراب عساه يرحمني. قال له إذا أنا مت فلا تضع خدي مع الكفن، إنما اكشف عن وجهي وضع خدي على التراب حتى يرحمني الله عز وجل. لكن إذا جاء الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء حديث ثابت عن الصحابة، فالمقدم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكشف وجه الميت. كيف أنت يموت لك ميت تحطه وتكشف عن وجهه يأتي الناس ينظرون إليه؟ لا ينبغي هذا، لا يجوز. الميت يراه أقرب الناس إليه، زوجته، أبناؤه، أهله، وانتهى. أما أنه يجعل في الخارج ومن يأتي ينظر، فهذه بدعة منكرة لا تجوز. حكم صلاة الاستسقاء إلى الفرض وكيفيتها. صلاة الاستسقاء ذهب العلماء إنها سنة مؤكدة. صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة. وما معنى السنة المؤكدة؟ إذا قلنا السنة مؤكدة، ما معنى السنة المؤكدة؟ عندنا المستحب، عندنا الواجب، عندنا الحرام، عندنا الفرض، عندنا المستحب. السنة المؤكدة هي ما داوم النبي عليه الصلاة والسلام عليها طول حياته، هذه السنة المؤكدة. مثلا صلاة الوتر، أو ركعتي الفجر
الراتبة ليست الصبح، ركعتي الفجر، هذه سنة مؤكدة، يعني داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام طول حياته ولم يتركها للفرد. وكيف صلاة الاستسقاء تكون جماعة، كيفيتها مسألة الطول، كيفيتها اختلف العلماء. أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبا هريرة رضي الله عنه، وهذا مصح في صلاة الاستسقاء، قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الاستسقاء تكون ركعتين كالعيد، كصلاة العيد من دون إقامة ولا أذان، ويأتي الإمام فيصلي ويصلي وراءه الناس ويطيل في القراءة، ثم يصعد الإمام المنبر فيأتي بخطبة. ويقول العلماء خطبة صلاة الاستسقاء ليست كخطبة الجمعة، إنما يكثر فيها من الاستغفار، ويحث الناس على الاستغفار. ثم إذا انتهى من الخطبة الثانية فإن الإمام يلتفت إلى القبلة ويحول رداءه، يقلب الرداء. قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبا هريرة يقلب رداءه، القميص لا يصلح، إذا كان أنت لابس فيستا ولا معطف تقلبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيكون يمناه على يسراه ويسراه على يمناه، تقلب الفيستا تلبسها ثم يستقبل القبلة ويدعو. هذه صلاة الاستسقاء. جاءت أحاديث أن الخطبة تكون قبل الصلاة، قال العلامة الألباني رحمه الله في هذا الموضوع، قال ومن أتى بأنه هذا فإن حديثه شاذ، لكن الشيخ بن باز رحمه الله قال يفعل هكذا مرة وهكذا مرة، يعني مرة يأتي بها الخطبة قبل الصلاة ومرة بعد الصلاة، وكلها جائزة. عندنا في المالكية أن صلاة الاستسقاء